اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عادهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في كل مناسبة إسلامية تأتي علينا وتطل علينا بأيامها سواء الحزينة أو المفرحة، نجد أن الأقلام والألسن تبدأ بالتطاول على هذه المناسبات، وأقول التطاول من باب أن الآخر يحاول أن يجعل من هذه المناسبات الإسلامية لا قيمة لها في التاريخ الإسلامي وضمن أيضا المنظومة العقائدية الخاصة لذلك المذهب. ولعل القضية الأولى التي نحتفظ بها نحن شيعة أهل البيت الإمامية الاثني عشرية هي قضية الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. فيبدأ من يريد أن يطبل لهذه القضية ولهذه المناسبة ويجعلها من المناسبات التي تفرق المسلمين، وطبعا هذا الأمر هو تجني كامل، لا أستطيع أن أقول إلا هذه الكلمة، تجني كامل على مذهب أهل البيت من أنه يحيون هذه المناسبات. كيفما كان قضية الزهراء فاطمة صلوات الله وسلامه عليها هي محاكاة لكل عاقل، محاكاة لكل إنسان منصف. ولعل هذه القضية إذا فهمت بالشكل الصحيح ووصلت إلى من يريد الحقيقة، أنا أعتقد تمام الاعتقاد على أنها سوف تكون حبل الوصل للوصول إلى فهم ما جرى في تلك الأيام. يمكن واحد يقول يعني ولو درينا يعني ما جرى، لا نقول له لا، لهنا لا. ليش؟ لأن الذي جرى كان مقدمة للكثير من الأمور والحوادث التاريخية التي كانت في ذلك الوقت. اليوم سوف نستعرض قضية جدا مهمة، وهي قضية فدك الزهراء صلوات الله وسلامه عليه. إن شاء الله أكون معكم بعد هذا الفاصل، وضيفي الدائم إن شاء الله معكم أيضا لبيان بعض الأمور التي هي أمور مهمة جدا لكي نقف على الفصل الأخير للذي حصل ما وراء الباب. تحياتي لكم، تحياتي إلى كل المشاهدين الكرام، وتحياتي إلى الإخوة في الكنترول والأخوة المصورين، وإن شاء الله نبدأ على بركة الله سبحانه وتعالى. كل الشكر إليكم، فابقوا معنا. مرة أخرى معكم إن شاء الله وضمن برنامجكم ما وراء الباب، وضيفي العزيز الشيخ علاء المهدوي أقدم له التحية، تحياتي إليك الله الشيخ علاء، أستاذ وأهلا وسهلا بك مرة أخرى في هذه الحلقات المتواصلة ضمن البحث عن قضية الزهراء فاطمة صلوات الله وسلامه عليه. ابتداء نحن عنونا هذا اليوم أو هذه الحلقة بالتحديد في قضية فدك، هذه القضية التي يحاول من يأتي إليها ويكتب حولها يحاول أن هكذا نقول يلتف حول الأحداث لكي يصل إلى حقيقة من أن ما قامت به الزهراء فاطمة صلوات الله وسلامه عليها من خلال المطالبة بفدك والأحداث التي جرت والتي ذكرتها في خطبتها، يحاول قدر الإمكان أن يجعل من هذه المسألة مسألة جدا طبيعية، بل فيها مغالاة بل فيها حتى أنه جر القضية إلى الطرف الآخر. هذا السؤال فدك وعنوان عريض جدا، ما علاقتها بمواريث الأنبياء؟ أحسنت، بارك الله فيك. في بدء الكلام نحن في العنوان الأول أن قضية أرض فدك هي ليس لها دخل
بالموروث النبوي. نعم. هي في الدرجة الأولى، وهبها النبي صلى الله عليه وآله إلى فاطمة الزهراء. هذا تنازلا منا لشيعة أمير المؤمنين إلى أهل الخلاف، فنقول هي موروث نبوي. هي في الدرجة الأولى هي هبة. نعم. وهذا ما صرح فيه مصادر الكثير من أهل الخلاف. يقول القندوزي الحنفي صاحب كتاب ينابيع الود: آت ذا القرب حقه، يقول أي دعا رسول الله فاطمة فأعطاها فدك. أكثر من ذلك، إن عمر بن الخطاب في كتاب تاريخ المدينة، وهو مصدر من مصادر القوم، يقول إني أشهد أن رسول الله أعطى لفاطمة فدكا. فإذا هي هبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، باعتبارها أنها ليست مفتوحة بخيل ورجال. يعني أحسنت. نعم. بارك الله فيك. نعم. هي من بني، يعني من استحقاقات رسول الله. نعم، استحقاقات الرسول بني النضير. نعم. زين. قوله تعالى: وما أفاء الله على رسوله، آية. نعم. تفسير البخاري، لأن البخاري فيه باب يسمى باب التفسير، يفسر الآيات. يقول: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله ما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب. نعم. فكانت لرسول الله خاصة على أهله، منها نفقة سنته. إذن هو فيء. إذن هو فيء مالم. يعني حتى الرواية تقول مالم. أحسنت. مالم. وإذن هي خاصة لرسول الله. يعني هنا تثبيت تثبيت. وهذه الرواية في البخاري. نعم، في البخاري. لأهله. طيب، إذن هي هبة من رسول الله إلى السيدة الزهراء، وليس من تلقاء نفسه، بل وآت ذا القربى حقه، كآية قرآنية نزلت تأمر الرسول صلوات الله وسلامه عليه. هذا من باب الأول. الباب الثاني، لو سألنا في المطلق في الباب الرئيسي المشرع الرئيسي كتاب الله، هل الأنبياء يورثون أم لا يورثون؟ نعم. لا توجد أي آية قرآنية تقيد موروث الأنبياء. نعم. بل تطلق ذلك. قوله تعالى: وورث سليمان داود. لا يوجد هنالك قيد. راح سنأتي بعد قليل. وراثة واضحة. نعم. وخصوصا أن تفاسير أهل الخلاف كالقرطبي يقول: نعم، ورث سليمان داود 100 نوع من الخيال الجياد، وهي أندر أنواع الخيل. طيب، إذن كيف تقول أن الأنبياء لا يورثون؟ سنأتي قول الأول في هذا الشيء. إذن تحدث عن جنس هنا، يعني باعتبار أنه خيل وكذا. أحسنت. وخصص نوع، لأن الآخر يحاول أن يجعل على أنه قضية الوراثة وراثة علم. نعم. علم. وهذه المشكلة. نعم. كذلك هنالك تفاسير كثيرة في قوله تعالى في سورة مريم باسمه تعالى: يرثني ويرث من آل يعقوب. على لسان زكريا يطالب بأن يكون له مولود. نعم. يرث آل يعقوب. ماذا يقول المفسرين أهل السنة والجماعة في التفاسير؟ القرطبي يقول: يرثه المال. الطبري يقول المال. السمعاني يقول المال، مفسرين. نعم. السرمقندي يقول المال. البغوي يقول المال. ابن عباس حبر الأمة يقول المال. إذن هذا جمع من مفسرين أهل الخلاف يقرون بأن الموروث النبوي داخل من ضمنه. نحن لا ننفي أنه يرث علم. نعم، بالتأكيد. ولكن لا يقيد فقط في العلم، في قضية التقييد. نعم. سنأتي إلى رواية لا النبي صلى الله عليه وآله ليس فقط مال أو أرض، باعتراف رواية صحيح البخاري. هذا صحيح البخاري كتاب اللباس. نعم. سنأتي إلى رواية يقول الرواية: باب خاتم الفضة. عنوان الرواية: باب خاتم الفضة. هكذا الرواية صحيحة، وهي في البخاري. نعم. يقول إلى أن وصلت الرواية عن ابن عمر، أي عبد الله بن عمر، يقول أن رسول الله اتخذ خاتما من ذهب أو فضة وجعل فصه مما يلي كفه ونقش فيه محمد رسول الله، فاتخذ الناس مثله، يعني أسوة برسول الله. إلى أن وصل: فلما رآهم قد اتخذوها رمى به وقال: لا ألبسه أبدا. ثم اتخذ خاتما من فضة فاتخذ الناس خواتيم الفضة. قال ابن عمر: فلبس الخاتم بعد النبي أبو بكر. نعم. طيب، هذا موروث يعتبر أكيد موروث نبوي. أكيد. هو على أساس أن هذا الأنبياء لا يورثون، يورثون علم. نعم.
وهذه الرواية أن أبو بكر أخذ الخاتم، خاتم النبي لأبو بكر، ثم ورثه المن؟ عمر. نعم. ثم ورثه ماذا؟ عثمان، حتى وقع من عثمان في بئر أريس. يعني نفس الخاتم توارثه الثلاثة. أحسنت، بارك صحيح؟ الله فيك. وهذه هي الرواية نعم. توافق الرواية التي عندنا أن الأنبياء، أن الأئمة ورثوا خاتم سليمان. فإذا أبو بكر هنا السيدة الزهراء حينما، هي مقدمة، حينما ستطالب بالموروث، نعم. ماذا سيجعل أبو بكر؟ هل سيجعل هذا الخاتم من ضمن الموروث ويقول أنا ورثت خاتم رسول الله؟ قالت يا أبا بكر أنفق إلينا مما أفاء الله على رسوله ومما ترك من خيبر. ماذا رد؟ قال سمعت رسول الله، طبعا 124 ألف صحابي، زوجات النبي، علي بن أبي طالب الذي تربى بحجر رسول الله، حبر الأمة بن عباس، حافظ سر النبي فلان وفلان. هذه الألقاب كلها لم تسمع من رسول الله، فقط الأول، فقط الأول يسمع سمع. نعم سمع. ماذا سمعت؟ حتى أن الكتب تذكر هذا الأمر. حتى الكتب. نعم. 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 البخاري ومسلم وغيره، لأن كلهم أنكروا على أنه لم يسمعوا بهذا الحديث. وسنأتي ممن نعم. أنكر. قال الأول نحن سمعت النبي يقول لا نورث ما تركنا صدقة. صدقة. طيب هذا الخاتم لماذا لم يدخل في عنوان الصدقة؟ طيب لماذا المفسرين انه الانبياء لا يورثون؟ لماذا الطبري لم يفهم هذا الفهم؟ لماذا الثاني عمر لم يفهم هذا الفهم؟ اجاب لفاطمه قال ان الارض حق فاطمه الزهراء، هكذا صرح عمر. نعم. في كتاب تاريخ المدينه. إذا قضية، إذن قبل نعم. ما يعني إكمال الكلام، نعم. شيخ علاء، نعم. هنا نقطة نظام. قد يكون الآخر يعترض عليك نعم. يعني يقول أنه هذا لا يدخل في مسألة الميراث، أنه هذا يعني خلينا نجعل بهذه العبارة نعم. على أنه هو تبرك من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، باعتبار أن الأول قد اعتلى في ضمن تقسيم السقيفة طبعا، قد اعتلى منصب الخلافة، وبعد ذلك أعطاه إلى عمر، وبعد ذلك أعطاه إلى الثالث. قد لا يجعلونه في قضية الوراثة، قد يجعلونه من باب على أنه التبرك بأثر الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا أفترض هذا الشيء. طيب. والافتراض هذا حق المشاهد طبعا. هم ماذا جعلوا؟ هم نعم. جعلوا بالعنوان العام. نعم. إن النبي ما يتركه صدقة. صدقة. هذا يعتبر ملك خاص للنبي، هو في الدرجة الأولى، هو طبعا ملك خاص. أكيد خاص. أكيد ملك خاص. إذن هو يذهب من ناحية الموروث حسب قولهم، لو يذهب إلى الصدقة. لا حسب الموروث يوصل، يعني يصل إلى الموروث ليس من الصدقة. الموروث، نحن نقول الموروث. نعم. حسب فهمهم، بما أن الأنبياء ما تركوا صدقة. تركوا صدقة حسب فهمهم. حسب فهمهم. ولكن حسب الفهم العام هو موروث، هو يعتبر موروث وهذا الصحيح. نعم. طب أنا لماذا أتبرك بهذا؟ لأن ورثته من رسول الله. نعم. كما نقول أنا ورثته من آبائي وأجدادي، يفتخر بها أمام معاشر قومه. فهو في الحقيقة الذي عندنا نحن نقول هو موروث، ولكن حسب الفهم ما تركه النبي. أنتم ماذا تعتبرون؟ صدقة. هم يعتبرون صدقة. نعم. زين. أكثر من ذلك سيد الفاضل في كتاب شرح نهج البلاغة، مو نهج البلاغة، لربما البعض يختلط عليه الأمر، شرح، وهذا ليس كتاب شيعي. نعم. هو لابن أبي الحديد. وكتاب وكتاب أيضا فوات الوفيات. ماذا يقول؟ وسألت على ابن الفاروق ابن أبي الحديد يقول مدرس المدرسة الغربية ببغداد، فقلت أكانت فاطمة صادقة حينما طالبت الأول؟ قال نعم. هذا عالم من علماء نعم. ابن الفاروق. بلي. فقلت فلما لم يدفع إليها أبو بكر فدك وهي عنده صادقة؟ فتبسم ثم قال كلاما لطيفا مستحسنا مع ناموسه وحرمته. ماذا يقول؟ لو أعطاها اليوم أرض فدك بمجرد دعواها لجاءت عليه غدا وادعت أن زوجها له الخلافة. بهذا اللحظ. نعم. يعني أنه قضية فدك هو حق. إذن يفهمون القضية تماما. يفهمون القضية. نعم. ولكن تصل فيهم مرحلة يخطئون السيدة الزهراء عليه السلام ويجعلون الصواب، مع العلم أن كل من حول النبي لم يقروا بهذا الحديث، مع العلم أن عرض هذا الحديث على القرآن هو مخالف للقرآن. نعم. يتعارض. نعم. مع العلم أن عندهم 100 عالم عندهم هم يقولون عرض الحديث على القرآن زندقة. يعني الذين يدعون حفظ القرآن كل يوم ويقولون نحن أهل القرآن ونحن أهل القرآن،
أصبح عرض الحديث عندهم على كتاب الله وهو الدستور للأمة ومنهاج للعالمين يعتبر زندقة. بينما صحيح البخاري له المرتبة العليا فوق القرآن. نعم، فوق القرآن في كل البخاري ما يقارب الروايات التي تأتي إليها. نعم، 500 حديث في البخاري صحيحة تخالف القرآن بالصريح العبارة. إذا قلت أنا أريد أن أقدم القرآن على قول البخاري يقول إن هذا الرجل احتوى على الزندقة، وهذا قول 100 عالم. نعم. فإذا هذا الحديث بالدرجة الأولى هو مخالف لكتاب الله. من حول النبي صلى الله عليه وآله رفضوا هذا الحديث، أمير المؤمنين رفض هذا الحديث، وأن قبل هذا الحديث لسانا قبله كعائشة قبلت الحديث، ولكن على أرض الواقع ما طبقت هذا الحديث. وخير دليل بيتها ورثته من رسول الله. طيب كيف ترث البيت؟ وأبو بكر الأول يقول نحن سمعت النبي نحن معاشر الأنبياء لا نورث. نعم. باعت البيت لمعاوية 200 درهم. يعني هو طيب هذا البيت مو بيت رسول الله بالدرجة الأولى، ويذهب من باب الصدقات على فهمهم معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، يعني ليس في باب الوراثة إطلاقا. طيب كيف توقع هذا البيت؟ إذا حتى الذين هذا ثابت تاريخيا. ثابت، نعم، مولاي تاريخيا موجود. أنا هذا تحبون عبد المظلم. إذا حتى الذين أقروا بمقالة معاشر الأنبياء لا نورث لسانا على أرض الواقع على لحاظ الواقع لا يوجد له تطبيق، كقضية الخاتم، كقضية البيت، كقضية إن عثمان رد الأرض إلى مروان بن الحكم. نعم، هذه موجودة أيضا. هذه أيضا موجودة. نعم موجودة أكثر ولعل هناك تتابع كبير ما بين الانتقال الذي حصل في يعني في قضية انتقال فدك إلى مروان، وبعد ذلك مروان استولى عليها تماما. لأنها قسمت بين 3 أو 4. من ضمنها يزيد ابن معاوية أخذ ثلث من فدك. هنا شيخ علاء يعني راح ندخل إلى مجال آخر، وهو فيما إذا أنه أكملت ما بدأت به. هناك يعني شيء مهم جدا في قضية المواجهة التي حصلت ما بين الأول وما بين الزهراء فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. طبعا بها تفاصيل كثيرة، ولكن صاحب الاحتجاج ينقل رواية في ذلك الوقت على أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في قضية الإتيان بشاهد رجل وامرأتين فيها تفاصيل كثيرة، ولكن الاحتجاج الذي قام به أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في قضية الحكم الشرعي الموجود من أنه اليمين على من يعني ادعى، البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، على من ادعى. أي قول النبي. هذه الكلمة. هنا القضية التي حصلت في ذلك الوقت أنه أمير المؤمنين فرض هذا الافتراض، يعني افترض هذا الافتراض. قال له لو كان في يدي شيء وادعى المسلمون على أن هذا الشيء هو عائد إليهم، على من تطلب البينة؟ قال أطلبه عليك، يعني على علي بن أبي طالب. في مقابل قال له لو كان المسلمون في يدهم شيء وأنا ادعيت على من يأتي البينة؟ قال المسلمين يجيبون البينة. نعم. هنا الكلام أن هم مطالبين ببينة، شلون يتعاملوا بطريقة بيان البينة؟ قصدك أمير المؤمنين؟ لا، قصدي الطرف الثاني لم يأتي بأي بينة. هنا الكلام أنا اللي أريد أوصل له. نعم. وأيضا توصل للمشاهد أن ليست هناك بينة إطلاقا. يعني أمير المؤمنين عكس الكلام. نعم. له جاء ببينة، يعني إثارة سؤال في فراغ. نعم. هذا الكتاب الاحتجاج الذي تفضلت به. نعم. أنت للشيخ الطبرسي هو يذكر هذه الحادثة. نعم. تستطيعون المراجعة على هذا الأمر. احتجاج أمير المؤمنين على الأول أبا بكر وعمر لما منعا فاطمة الزهراء. رواية طويلة كما تعلم. فقال هات على ذلك بشهود. عكسوا الحالة. نعم. لأمير المؤمنين. طيب ماكو بينة. هو لما جاءهم أمير المؤمنين لم يأتوا بشخص واحد، يعني فالصحابي ثقة، فمسلمين كذا 2 3 4 من المؤمنين. نعم. لم يأتوا بأي بينة، فقالوا أنت أتي بالبينة. فجاء ضمن الحكم الشرعي ليس مطالب. الحكم الشرعي. نعم. مع أن أمير المؤمنين ليس مطالب. نعم. فجاءت بأم أيمن السيدة الزهراء فقالت له أم أيمن لا أشهد يا أبا بكر حتى أحتج عليك بما قال رسول الله. أسألك بالله ألست تعلم أن رسول الله قال أيمن امرأة من أهل الجنة؟ فقال أشهد بلى، أوحى إلى رسول الله ذلك. زين.
فقالت أيمن: وأنا أشهد إن هذه أرض فاطمة بقوله تعالى: وآت ذا القرب حقه، فجعل فدكا لها بأمر الله عز وجل، فجاء أمير المؤمنين فشهد بذلك. يعني البينة لم تأتي إطلاقا من الأول، لا بتصريح لا بكتاب ولو بكتابة خطي من النبي. زين، أنت سيد الفاضل تعلم النبي لبث ما يقارب 23 عام وخطب، يعني السنة الواحدة فيها 40 خطبة جمعة، نقول فقط الجمعة. لم يصرح، يعني النبي صرح بأبسط الأحكام، أحكام آداب التخلي حينما يدخل المسلم إلى التخلي. صرح بها النبي. استحباب السواك النبي وصى به، هذا أمر مهم، والنبي يعلم أن الأمة ستختلف كما قلنا باعتبار نعم، وهذا أحد الخلافات والنبي يعلم بذلك. ولا يصرح النبي أمام الناس: يا معاشر المسلمين لا تختلفوا فنحن معاشر الأنبياء لا نورث. تساؤل جدير أنه ولا يسمع ذلك إلا شخص واحد، وهذا الشخص حينما تعرض له حديث النبي تقول له الأنبياء لا يورثون، نحن نتنازل معك، الأنبياء لا يورثون. ماذا تفسر قول عمر ماذا يقول في كتاب المسند الإمام أحمد بن حنبل ينقل، يقول: فلما قام عمر بن الخطاب قسم خيبر. طيب هذه خيبر من حقوق النبي الخاصة. فخير أزواج النبي. طيب فاطمة لماذا لم تدخل في هذا الموضوع؟ يعني وهب الأمير بما لا يملك. أحسنت. نعم. قسم خيبر فخير أزواج النبي أن يقطع لهن من الأرض أو يضمن لهن الوسوق كل عام، خيرهن تردن. طيب مو الأنبياء ما تركوا صدقة؟ فاطمة الزهراء طالبت بأرض من خيبر. يعني البنت والزوجة في مجال واحد وفي مرتبة واحدة. ليس في قضية الحقوق لا، ولكن في مرتبة ترث وترث. هو خلص بما يعني أن ترث الزهراء ترث الزوجة، الزوجة إذا ورث الزهراء ترث. يعني عائشة لها حق أن تأخذ من هذه الأرض. نعم. والسيدة رضوان الله عليها أم سلمة أم المؤمنين، وحفصة لها الحق أن تأخذ، والسيدة الزهراء أقرب الناس وآت ذا القربى حقه. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ابن عباس يقول: أي المودة في القربى علي وفاطمة والحسن والحسين، بصريح العبارة وفي كتب القوم. ثم أأتي أنا وأبرر. فتقول الرواية: أن يضمن لهن الوسوق كل عام، فاختلفنا فمنهن من اختار أن يقطع لها الأرض ومنهن من اختار الوسوق، وكانت حفصة وعائشة مما اختار الوسوق. يعني إذن حتى الخليفة الذي عندهم بترجمانهم والذي هم يفهمونه يخير بأن هذه الأرض الذي أخذها النبي لكم الحق أن تأخذوها. طيب فاطمة الزهراء ليش ما لها هذا الحق؟ وهو تشريع في مقابل تشريع طبعا، وهذه هذه مشكلة أخرى باعتبار أنه تشريع في مقابل تشريع. القضية اللي انطرحت أنه في قضية أم أيمن. نعم. يعني أم أيمن هناك شهادة من الأول في أنك من أهل الجنة، خلص والكل يشهد بذلك. عندما يشهد شخص على أن هذه المرأة بغض النظر عن أنها من تكون، يشهد على أنه سمع رسول الله يقول أنها من أهل الجنة. نعم. بالاعتبارات الطبيعية تقبل شهادتها. نعم. ليش؟ لأنها من أهل الجنة. نعم. المشكلة هنا هذا الرفض. لماذا رفض هذا الشيء؟ طبعا لماذا هو سؤال استنكاري، لأن هناك الكثير من الأشياء من الممكن أنه احنا نجسده، ولكن يعني هذا الكلام إلى المشاهد، يعني المتلقي صراحة عندما يعلن على أنها من أهل الجنة إذن صادقة وثقة. نعم. زين، لم يقبل شهادته، لم يقبل الشهادة. إذن ضغائن في وليس أكثر من صدور قوم. نعم. من الممكن أنك لا تقبل الشهادة، ولكن أنا أسألك إذا كان هنالك عالم مثل ما بينك وبينه جرت فد مجارات، وأنت تقول هذا يا فلان ابن العالم لست لك حق بهذا الأمر، وأنت تعلم أقلها أن تؤدي إليه فد شيء من الهدية. نعم. احترام لمقام والدي. نعم. لا مزقوا كتاب الزهراء وبصقوا به. الرواية تقول فتفل به. نحن شوف وصلت الجرأة. فقالت: ويحك يا ابن أبي قحافة أترث أباك ولا أرث أباي. القرآن مولاي الفاضل بصريح العبارة يقول: وللذكر مثل حظ الأنثيين. آية مطلقة. هل فيها دخل يمنع زوجات الأنبياء بنات الأنبياء أن لا يرثون؟ لا. هل هنا بالإطلاق للذكر مثل حظ الأنثيين؟ وعلى هذا بدأت الوراثة في قضية المناهج الفقهية. أحسنت. سواء عند أهل العامة وعند الخاصة. وللعلم هذا الحديث مو أول مرة يفترى على رسول الله. أنا خلال بحثي
بنفس الطريقة حديثين افتروا على رسول الله، ونفس الأول نفس الشخص. الحديث يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث، أنا سمعت النبي. والحديث الثاني حينما استشهد النبي قالوا أين ندفن النبي، أيضا هو نفس صرح نفس التصريح متشابه، قال أنا سمعت النبي. نحن معاشر الأنبياء أينما نموت ندفن. وطبعا كذب على الأنبياء، لأن نبي الله سليمان مات في القصر ودفن بمسافة أنا حسبتها حاليا بعد وقتنا ما يقارب 100 كيلو متر، يعني في السيارة ساعة. طيب أين تحقيق هذا الحديث؟ يعني وكأنما الوحي ينزل للنبي لهذا الشخص ولا يسمع أحد من المسلمين إلا هو. هذا شيء غريب بصراحة. طبعا غريب. قبل ما أخذ فاصل، نعم، هناك يعني سجال حصل ما بين الزهراء فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، قد يكون بعد الفاصل يعني، ولكن كإشارة، سجال حصل ما بين الزهراء فاطمة وبوجود أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، وعلى أن هناك علي يجر النار إلى قرصه والحسن والحسين يجران النار إلى قرصيهما. كيفما كان طلب من الشهود على أن هناك رجل وامرأتين، فكانت أم أيمن وكانت أم سلمة. نعم، أم سلمة. نعم. هاتان يعني هاتان المرأتان بالإضافة إلى رباح مولى رسول الله. نعم، مولى رسول الله، وكمل النصاب، ولكن رغم ذلك لم يعمل بهذا الأمر باعتبار رجل. وفي رواية أخرى رجل وامرأتين، أسماء ميمونة، نعم، زوجة النبي. نعم، أسماء بنت عميس. نعم. نعم. فهنا القضية على أنه في لحظة من اللحظات عندما تأتي ويكتمل النصاب تجد الآخر أيضا لا يقبل هذا الأمر، مع أنه هو الذي فرضه. إن شاء الله بعد الفاصل احنا ممكن إذا نكمل. تحياتي لكم إن شاء الله، وبعد الفاصل وياكم، وابقوا ويانا على مود نكمل ما بدأنا به إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم مرة ثانية إخواني أخواتي جميع من هو الآن على شاشة قناة الإمام الحسين عليه السلام، وإن شاء الله باقين وياكم وضمن برنامجكم ما وراء الباب. قبل الفاصل انطرحت هاي الفكرة من أنه النصاب قد اكتمل في قضية إلقاء الحجة على الأول، من أنه ائتوا بشاهد أو شاهدين، امرأتين، إما رجلين أو امرأتين ورجل، فكانت أم أيمن وأسماء بنت عميس ورباح مولى رسول الله. لماذا يعني لم يجري هذا الأمر مع أنه اكتمال النصاب؟ هو مع العلم أنه ليس من حقه أن يطلب، يعني فرضا احنا جدلنا واستجابوا له. نعم. هم تنازلوا معه وجاءوا بأسماء وجاءوا بأم سلمة، وحتى أمير المؤمنين يقول أنا شاهد. نعم. لعل العلم أنه الخصم يعتبر لأبا بكر في قضية مو أمير المؤمنين، وهو علي صلوات الله وسلامه. أيوة، هو أمير المؤمنين. مثله كمثل باب حطة، يقول النبي عندهم من دخله مؤمنا من خرج منه كافر. مع ذلك رفضوا لهذا الضغن والحقد الذي يحملون اتجاه آل بيت رسول الله. ونفس الشخص الأول لو كان حقا ما يقوله رسول الله لما تندم في أواخر حياته وقال أقيلون الخلافة. نعم. طيب ليش نقيل لك الخلافة وانت طبقت حديث النبي على كما تزعم؟ أنت تدعي أنه النبي قال بهذا الحديث. فكان أستاذ كما أقول البغض وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. نعم. إذا اللي عندك موجود، أعتقد أن هناك رواية تريد تشير إلى أصل البحث. نعم. أنا فت قضية
عندنا رواية ثابتة وعندهم في صحيح مسلم وغيره: من هجر أخاه المؤمن 3 أيام ومات فهو من أهل النار. سؤالي للقوم: هل فاطمة الزهراء عندكم من أهل النار؟ لأنها هجرت الأول 6 أشهر. فخرجوا لفاطمة من النار، لأن اللي يهجر المسلم 3 أيام ويموت يذهب إلى النار. المسلم. فعندهم هم مو مسلم الأول، الصديق. الصديق صلوات الله وخليفة رسول الله. فهجرانه أكيد، ومات الشخص على هجران ذلك الأول، يذهب به إلى النار. سؤال أنا هنا، قول ابن عثيمين، انظروا كيف يستخف بعقل السيدة الزهراء. هذا قول ابن عثيمين، يقول: قول الأول: لا نورث ما تركنا صدقة، ولكن عند المخاصمة، يعني السيدة الزهراء من خاصمته، لا يبقى للإنسان عقل يدرك به. يعني الزهراء ما عندها عقل لأنها خاصمت على هذا الأمر. صلوات الله وسلامه عليه. لا يبقى للإنسان عقل يدرك به ما يقول أو ما يفعل أو ما يتصرف فيه. فنسأل الله، هو يدعو أن يعفو عن فاطمة لهجرتها الخليفة الأول. يعني هو قاعد يدعو انه والله يغفر او يعفو عن فاطمه، وعندهم فاطمه سيده. وهي المشكله انه لما تجد انه علماء كما يسمون انفسهم علماء، يتحدث بهذه اللغه ويتجاوز كل الالقاب: يرضى الله لرضاه ويغضب لغضبها، فاطمه من آذاها، كل الناس من آذاني، كل هذني الامور يتغاضى عنها ويتركهم في مقابل ان يرضي. هذا يسأل الله، هو يسأل الله أن يعفو لفاطمة. أنا دائما الإثارات أنا يعني أخليها إلى المشاهد الكريم. يعني لازم أنه يتوقف عندها هاي الاستهانة بمقام فاطمة صلوات الله وسلامه عليه، على تأكيد رسول الله وعلى تأكيد الله. اقتران رضا الله برضاه. إن رضيت فاطمة أرضى الله يرضى بدون قيد. هاي كارثة والله بالله العظيم. يعني صراحة النقطة مولاي الثانية، إذا فاطمة الزهراء حسب الحديث إنه من هجر أخيه المسلم ومات من أهل النار، أيضا عندهم إن لم تكن في عنقه بيعة لإمام زمانه يموت ميتة جاهلية. لو نسأل علماء أهل الخلاف ما هي ميتة الجاهلية، قالوا ميتة الكفر والشرك. ففاطمة ما بايعت الأول، إذن فاطمة عندهم بمصادرهم من أهل النار وماتت ميتة الجاهلية. حسب هذا حسب المنهاج. أي بلي باعتبار أنه لم تبايع. هي السيدة الجنة، روحي لها الفداء، هي مخلوقة من الجنة. نحن حجج الله وأمنا فاطمة حجة علينا، أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام. فهذه الأسئلة أنا أريد هي تبقى إن شاء الله. هو أنا أريد من المشاهد أيضا أنه دائما يبحث في هاي الأمور على ما تكون القضية واضحة. أنا أخذ إذا كان سيدنا المخرج إذا كان أكو اتصال فأنا بخدمة الاتصال. نعم. فإذا كان أكو اتصال، طبعا إخواني أعزائي الاتصالات احنا يعني نحاول أنه قدر الإمكان أن ناخذ أكبر عدد وأكثر عدد، ولكن أنا اللي أطلبه أنه قضيتين. القضية الأولى أنه يكون البحث، يعني السؤال عفوا، في أصل البحث، يعني أن لا يتشعب، لأنه لمن الشعب أنا أعتقد أنه وحدة الموضوع نوعا ما تختلف على، يعني راح تكون مختلفة على المتلقي. الشيء الثاني على أنه بس الوقت، يعني راعونا بالوقت فيما إذا أجى الاتصال، وأيضا تطرحون السؤال على مود أنه نستوفي الإجابة بشكل كامل وكبير. طبعا الكثير من التساؤلات حول فدك بالتحديد. نعم. ولكن هنا المشكلة فيما إذا طرحنا، لأنه إحنا باكر الحلقة الأخيرة إحنا نخليها مثل ما قررنا مقتل الزهراء صلوات استشهاده والأحداث التي بعد اغتصاب حقوقه طبعا. سلام الله. فإذا هسه دخلنا في هكذا مواضيع، لأنه الكثير من الأسئلة من الممكن أن تأتي مثلا على سبيل الفرض على أنه لماذا لم يرد علي صلوات الله وسلامه عليه فدك عندما استلم الحكم، باعتباره شنو؟ باعتباره أنه هو الحاكم. نعم. الحاكم الرابع حسب تقسيم السقيف. هذه من الأسئلة، ولكن قدر الإمكان إذا كان إشارة على نحو الإشارة إلى أن يحين الاتصال أنا بخدمتك. نعم. الجواب موجود في كتاب علل الشرائع. نعم. في رواية طويلة إلى أن تقول عن علي بن فضال عن أبي الحسن قال: سألت أمير المؤمنين علي لما لم يسترجع فدكا لما ولى الناس ولما أصبح خليفة عنهم، فقال: لأن أهل البيت لا نأخذ حقوقنا ممن ظلمنا. عبارة واضحة جدا واضحة. نعم. إلا وهو نحن أولياء المؤمنين
إنما نحكم أو نحكم لهم. خلص يترك الأمر، هو الحكم، هي الناس اللي تحكم. ونأخذ نعم حقوقهم ممن ظلمهم ولا نأخذ لأنفسنا. الذي يظلم نعم. حق الشيعي نحن نرد ذلك. أما نحن الحكم من يكون؟ الله سبحانه وتعالى. الله تعالى. كأنما أكو حادثة معينة أن رسول الله نعم. صلوات الله وسلامه عليه قام بها، وعلى هذا الأساس مشى عليه صلوات الله وسلامه. أنت في قلبي سبحان الله يخليك يا حبيبي. يعني سبحان الله احنا لم نتفق. الله اي والله ما متفقين يا ما متفقين. نعم الحادثة يعني لابد أنه علي سلام الله عليه قام بهذه القضية. نعم أيضا الرواية اللي سبقت هذه الرواية نفس الباب. سألوا لأي علة ترك علي بن أبي طالب فدكا لما ولي الناس؟ قال للاقتداء برسول الله. لما فتح مكة وقد باع عقيل بن أبي طالب داره، فقيل له يا رسول الله ألا ترجع إلى دارك؟ فقال صلى الله عليه وآله وهل ترك عقيل لنا دارا؟ إنا أهل البيت لا نسترجع شيئا يؤخذ منا ظلما، فذلك لم يسترجع فدكا علي عليه السلام. جيد. إذن واضح الجواب. واضح. نعم. وإلا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه عندما يتكلم نعم هو علي بن أبي طالب، ولكن لابد أن هناك حادثة معينة، والحادثة بينت. نعم سيد إبراهيم من السماء، والسلام عليكم سيدنا. السلام عليكم وحجينا الطيب. حياك الله. سلام لضيفك الكريم. الله يوفقك. الله يحفظك. من خلال هذا الأحداث واللي جرت من انقلابات، ارتداد، أحداث كذا، عندي سؤال تفضل سيدنا. تفضل لضيفي الكريم. تفضل. هل نستطيع أن نعتبر أبو بكر وعمر وعثمان هما أدوات تنفيذ الانقلاب المخطط له من قبل قريش عامة وبدفع أموي خاص مدعوم من الروم، أم هو نزعة قبلية فقدت سطوتها وكان هؤلاء أي الثلاثة أدوات التنفيذ مع التقدير؟ نعم شكرا جزيلا سيدنا حبيبي. شكرا سيد إبراهيم، شكرا لك حبيبي. نعم منو حبيبي نعم حسين من كربلاء. نعم يا أبو علي. الو السلام عليكم استاذ. عليكم السلام حبيبي حياك. الله يحفظكم ان شاء الله، يعطيكم الصحه والعافيه، وتحياتي للشيخ علاء فخر الشيعه. الله يحفظكم ان شاء الله. الله يخليكم. تفضل ابو علي. بالنسبه لسؤالي للشيخ علاء المهدوي، استاذ علاء، بانه السيد السيستاني، انا مقلد السيد السيستاني المرجع له، لكن اريد اعرف الموضوع بانه السيد علي السيستاني هل صرح بانه عمر وابو بكر دفعا الباب وكسرا الزهراء عليه السلام؟ اذا صرح بذلك فخير على خير، اما اذا لم يصرح بذلك فاريد اعرف السبب من السيد علي السيستاني لماذا لم يصرح بهذا الشيء، وهذا كل سؤال. نعم شكرا يا ابو علي حبيبي. شكرا لك يا عيني، شكرا لك. نعم اذا اكو اتصال. منو؟ نعم إلهام من البصرة. السلام عليكم يا إلهام. وعليكم السلام، حياك الله ابو اياد. اهلا وسهلا بك، حياك. الله يحيي الشيخ وجميع الاخوه قناه الامام حسين. الله يرحمه. الله يوفقكم ان شاء الله. الله يسلمك. عندي سؤال انا من فاطمه الزهراء، بس اريد اعرف استشهاد فاطمه الزهراء الحقيقه الاولى اللي وراء ابوها لو الحقيقه الثانيه؟ شلون إلهام شلون؟ روايه قصدك؟ قصدك الروايه الاولى او الروايه الثانيه؟ اي لو الروايه الاولى لو الثانيه اللي ورا استشهاد ابيها. وعندنا ثالثه ايضا. نعم. اي والثالثه. نعم. الله يوفقكم ان شاء الله. الله يخليكم، الله يخليكم ان شاء الله. شكرا. نعم. احمد من البصره. السلام عليكم يا احمد. وعليكم السلام ورحمه الله. طبعا تحيه اجلال واكبر الى الاخ المقدم والشيخ علاء. الله يحفظك يا حبيبي. ذلك الانسان الرائع الله يعزك الذي وجدناه قد وضح كثير من الامور التي كانت قاسيه علينا، وبالواقع انني حينما اسمع كلام الشيخ علاء المهدوي ربي يحفظك وكانني ارى فيه الشيخ محمد علي حسين شرف الدين صاحب كتاب المراجعات، وكانه ارى فيه تحقيقات الشيخ كمال الحيدري كبورك، واسال الله ان يوفقك بتوضيح منهج اهل البيت، وانت حقا سيف بتار فكر به كل اعداء اهل البيت، وصدت وبورك وبارك الله فيك. الله حبيبي حياك.
مشاعر طيبة يا أحمد من البصرة، وهي موجهة للشيخ علاء المهدوي. كل الشكر إلى مشاعرك الطيبة يا حبيبي يا قلبي. نعم، أخذ آخر اتصال يعني لأنه شوي على مود الإجابة. منتظر علي من كركوك. السلام عليكم يا منتظر. السلام عليكم. عليكم السلام حبيبي. سؤال، حاليا في زماننا هذا أين أرض فدك ومن الذي مسيطر على الأرض؟ نعم، هذا سؤالك نور عيني؟ أي نعم. إن شاء الله، تحياتي لك، تحياتي. سيدنا ماكو أحد، يمكن ماكو اتصال؟ بلي أفضل أحسن، لأنه على مود نستوفي. نعم، شكرا سيدنا. إذن شيخ علاء، يعني السؤال سيد إبراهيم السماوة، طبعا السؤال فيه الكثير من الكلام، ولكن احنا على مبدأ الاختصار. أصل سؤاله: هل هناك تخطيط؟ نعم. أم هي نزعة قبلية؟ نحن يعني أشرنا سابقا، نعم. هذا التخطيط موجود في الروايات، أنه التخطيط من قبل اليهود وأكابر، منهم كعب الأحبار حينما جاء به الثاني وقال له أدخل في إسلام على أساس أدخل، وجاء الروايات التي تسيء للذات الإلهية والتي تطعن في النبي، حتى عقيدة إن لله أصابع جاء فيها يهود. نعم. الصوم العاشر من محرم جاء فيها يهود. فيقول صاحب كتاب العقيدة التدمرية ابن عثيمين: هنالك كثير من دخل في توحيدنا هو من تراث اليهود. فنعم، له تخطيط مسبق هذا الأمر وأشرنا إليه. نعم. نعم. إذن سيد إبراهيم، أعتقد أنه النزعة القبلية هم أيضا، إذا يعني أيضا النزعة القبلية موجودة، تبعت الثالث واحد. حينما قتل ربائب أكثر. نعم. حتى بنات النبي على أساس أن ربائب. نعم. قتلهن الثالث، لأن أبلغنا النبي على أن النبي بلغ على عبد الرحمن، قال إذا دخل عبد الرحمن ولو على ستار الكعبة اقتلوه، فضيف هذا الثالث. يعني بان بشكل كبير. نعم. فيه، وخصوصا بيت الأموال وهالأمور. نعم. إذن أنا أخذ السؤال من حسين من كربلاء حول السيد السيستاني الله يحفظه. طيب احنا مو يعني عندنا مثل بالضروره انه اللي يصرح بالاسم، يعني له قرائن اخرى. حينما نسال السيد السيستاني، سيدنا حينما يسالون السؤال في الموقع الخاص له: ما هو رايكم باقامه المجالس السيد الزهراء في 3 رواية في مظلوميته؟ يقول بالعكس ماجورين، اي انه يعتقد هنالك جريمه وهنالك حادثه قتل، مو الا بالضروره الا انه يصرح بالاسم. هاي ثوابت، بلي ثوابت يعني موجود. لا يحتاج الى ان فلان وفلان يصرح. خب تراثنا كتبنا صرحت بذلك. نعم. اللي هو السيد السيستاني يعتمد عليها اكيد. خب ما انا بس اشاره لاخي العزيز حسين مرصد شيخ علاء، اذا دخلت الى الانترنت ادخل الى مركز الابحاث العقائديه. مركز الابحاث العقائديه هو ناطق عن مكتب السيد الله يحفظه السيد السيستاني. ممكن أنه الكثير من الأشياء تجد من أنها من الثوابت. فمركز الأبحاث العقائدية لما يتحدث لا يتحدث وحده، بالتأكيد يتحدث ناطق عن السيد. ناطق عن السيد. شكرا. نعم. إلهام من البصرة في قضية صحة الروايات الأولى الثانية الثالثة. العلماء الأكابر الأساتذة يحيلون إلينا أن نحيي نعم الليالي الثلاث كما في الرؤيا. نعم الرؤيا اللي رآها أحد العلماء يريد أن يثبت على يا رواية الأصح الأولى الثانية أم ثالثة، فقالت له: يا شيخ لماذا تريد أن تحصر ذكري برواية واحدة؟ اترك الشيعة يذكروني 3 مرات. فأنا أقول الأفضل نحيي 3 ليالي كما ليالي القدر لها مقدمتان، وهو المفتاح للدخول في الفيض الإلهي. فاعتبروا هذه الروايتين هي مقدمة في الدخول الرواية الثالثة، فتستاهل السيد الزهراء. إذن كلها صحيحة على هذا الكلام. نعم. منتظر علي: أين فدك ومن هو المسيطر عليها؟ يعني حدود، كأنما يطالب بحدود فدك. نعم. باعتبار أنه فدك والعوالي. نعم. والعوالي أيضا كانت من ملحقات فدك ومن ملحقات خيبر اللي كانت أعطيت لرسول الله. نعم. صلوات الله وسلامه عليه، وهي واسعة جدا. ولكن الأخ منتظر يقول: أين فدك؟ يخوب في السعودية. نعم. أي مطلع على أنه من ضمن الخريطة السعودية. ومن يكون عليه خب أكيد السلطة إلى الآن هي كما تعرف ضغوطات السلطة، شأنية المكان اللي مكان بها هي. نعم. نعم. ولكن إن شاء الله عندنا بعض الأخبار أنه تكون تحت لواء وراية مولاي صاحب العصر. إن شاء الله بالتأكيد أنه كل الأمور تتغير. إذن أنا دائما في نهاية الحلقة أحاول أنه
أكون مع الشيخ علاء بإشارة بسيطة جدا بسيطة. شيخ علاء الآن مطالب بالكثير من الأشياء، وخصوصا باعتبار أنك ناشط في التواصل الاجتماعي. نعم. هناك حساسية عند البعض من أن وجود شيخ علاء ضمن هاي الساحة يجعل الكثير يشعر من أنه هناك فراغ كبير، مع أنه الآخر يستطيع وبكل حرية أن يمارس الدور الذي يمارسه الشيخ علاء. هذا الأمر جعلك في بعض الأحيان تنزعج من عدم وجود أشخاص معينين على الأقل في محاذاة علاء المهدوي من داخل التشيع؟ من داخل التشيع. أنا أحكي دائما من داخل التشيع، لأنه احنا الآخر ما عندنا مشكلة وياه، مشكلة وياه ما عندنا، من باب أنه من باب احنا بدنا نلقي الحجة عليه، يقبلها دائما. أنا على الجانب التشيع، لأنه الآخر الآن يقول أكو فراغ موجود، بل الآخر يقول على أن هناك انبطاح كامل من قبلنا. فأنا هذه الدقائق الأخيرة. إخواني الله يجزيكم الخير، يعني فعلا قلة محاورين عندنا في التشيع، قلة يعني من أناس ناشطين في هذا الموضوع، وهو تبيان حقائق آل محمد. نحن لا نطالب أن تلعن بالخط العريض ولا تسب بالخط العريض، نحن نطالب من الإخوة، من رجالات الدين، من الإعلام، من أهل المواكب، من خدام سيد الشهداء اللي لهم علاقة بسيد الشهداء ولهم لوعة بكربلاء، وأنا بجنب سيد الشهداء صلوات الله وسلامه. الكل مسؤول على هذه القضية، قضية محمد وآل محمد التي أخفيت عن الكثير، واللي الكثير ضيعوا حقوق آل البيت. فنعم أنا منزعج حقا. ليش اليوم علاء أو فلان على عد الإصابع هم فقط يدافعون على التراث؟ المفروض كل شيعي يقرأ ويطلع ويتعمق حتى يكون هدفك في كل بيت أن يدخل تراث محمد وآل محمد عليهم السلام. حياك الله شيخنا. واكو طبعا 11 دقيقة اجتنا هيك. يا الله. اي الحمد لله. وهو يعني فضل من رب العالمين، الحمد لله والشكر على مود اكمال كثير من القضايا. التساؤلات كثيرة حول فدك. نعم. وقضية ارجاع فدك هو ليس امر مهم الا بمقدار اثبات الحق، لانه انا اعتبر شخصيا انه اصل القضية هي انكار الحقوق. حتى إن كانت يعني مليار أو إن كانت درهم، بالنهاية هو حرام. وحق اغتصب. هاي القضية الأولى. القضية الثانية فدك من الناحية الاقتصادية، ونحن نعلم موقعها جغرافي طبعا، ونحن نعلم أن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام والتي نزلت في شأنهم سورة الإنسان، هوش لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، يعني 3 أيام صايمين وكذا، ليسوا في هذا المجال. ولكن ضمن النظرة الاقتصادية الفدك تمثل عمق استراتيجي اقتصادي كبير لأهل البيت من باب ليس الاستفادة الشخصية، على الأقل في عتق العبيد. أحسنت. كما كان يفعل الإمام علي السجاد. شلون تنظر لهذه القضية؟ هي أيضا يعني ليس فقط الموقع الجغرافي، بل هي نقول تعتبر وسام شرف إنه رسول الله صلى الله عليه وآله. هنالك أناس دخلوا تحت صلح بدون حروب بدون شيء وأعطوه هذه الأرض. نعم. يعني هذه تعتبر شلون نوط، يعني يعتبر كما يقال في العراق نوط شجاعة، فيفتخر به المسلمون بهذا الموقع. للعلم في عهد الأول والثاني الناس تتردد على هذه الأرض، يقولون يذكر بنا رسول الله. يعني كانت مكان لقاء كثير من المسلمين ومن المؤرخين ومن الكتاب. فالقضية قضية باعتبارها النحلة إلى رسول الله، مكان أخذ رسول الله، نفس رسول الله. نعم. يعني روحية رسول الله في هذا المكان كما روحية يوسف في ذلك القميص. أن يشم ريح يوسف. هكذا الأنبياء ينظرون لهذه التراث. فالقضية هي ليس قضية والله الزهراء تطلب بالدنيا، هو مو قضية طلب دنيا أكيد، هو قضية تبيان هنالك شخص يدعي أنه ولي رسول الله أو حاكم بعد النبي، ويظلم الناس أشياءهم، إن كان أرض أو إن كان درهم أو إن كان نخلة. بالنهاية هذا ظالم. فنحن نقول يا إخواني قضية السيدة الزهراء هذا باب من أبواب مظلومية السيدة فاطمة، باب الرزية أيضا،
باب الهجوم إن شاء الله نتناول غدا هذا الباب، مظلومية. باب تمزيق كتاب السيدة الزهراء، مظلومية. باب احرقوا بيت الظالمين، نعم. أيضا مظلومية. فهذا ماذا تكون؟ تكون صورة هنالك باطل وحق وجنة ونار، فعليكم أن تبحثوا في هذه القضية. هذا في مجال الحقوق. في المجال الاقتصادي، نعم. يعني في المجال الاقتصادي واضح على أنه كان يعني كانت فدك والعوالي تأتي بأموال كثيرة جدا، أموال كثيرة لم تنعكس على الحياة الطبيعية كما هسه ما شاء الله لما واحد تنعكس رأسا على حياته، وخصوصا الوضع السياسي القائم في العراق بشكل عام. ولكن في ذلك الوقت هم سادة الأمة وهم المالكين، ورغم ذلك لم يكن في حياتهم شيء يوحي للآخر على أنه كان الاقتصاد أو القضية الاقتصادية التي كانت تدر عليها فدك كانت كبيرة. استعمل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه مع أنه وكان فلاح عند يهودي، يعني أجير نعم. عند يهودي، حتى يطعم الحسن والحسين رحم الله والديك. والديك. أنا هيك أقول من الناحية الاقتصادية القوم، هذا أيضا سؤال استنكاري، نعم. القوم فكروا بهذا الأمر، أكيد. صحيح؟ صحيح أكيد، فكروا في هذا الأمر. ويقال هنالك يعني هي كان الذي يزرع فيها يكون حتى التمور اللي فيها مميز، نعم، يعني نادر. فكانت بعض الأخبار أنه التجار يترددون عن هذه المكان، وكانت كذا مئات من النخل. فهي كانت الموقع اللي تستغله فعلا موقع جغرافي، موقع اقتصادي مهم، يعني فد نقول انه يقضي بعض الحوائج اللي موجوده في تلك الكابينه الحكوميه، كانت في الاول او عند الثاني. ولهذا بقوا متمسكين بها، لا يعقل أرض الصحراء متمسك بها أكيد. وبحيث انه يزعج قلب الزهراء على امر الصحراء، فيدل على انها موقع اقتصادي جدا مهم. جيد. واحنا المشكله انه دخلوا في اشكال، اذا توافقني الراي. نعم. الشيخ علاء، نعم. الثمر الذي ياتي ثمر مغتصب، نعم، البيع والشراء واكله حرمه والبيع والشراء ايضا أكل سحت. زين، هنا هذا انضاف على فرضيه، انضاف الى بيت المال. نعم. يعني المشكله ان جميع المسلمين في ذلك الوقت والى الان الذين رحم الله الذين كانوا ياخذون من بيت المال دخلوا في هذه الحرمه، سواء يعلم او لا يعلم. يا علي لا يحبك مؤمن، نعم يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا ابن حرام، مو إلا الشرط ابن حرام. نعم. ماكل نعم. حقوق قال محمد نطفة تصير حرام. واضح. هذا المقصد. الشكر لك شيخ علاء، تحياتي لك، والحديث ممتع ومفيد إن شاء الله. حبيبي وأيضا إلى كل الإخوة الأعزاء، احنا دائما إثارة في آخر البرنامج. التاريخ مفتوح وكتب التاريخ مفتوحة، طبعا ليس في تاريخ الشيعة فقط، لا، في كل الأمم. عندما يأتي شخص ويقرأ مثلا عن الثورة الفرنسية مثلا، يعلم ماذا حصل في ذلك الوقت. عندما يأتي شخص ويتحدث على سبيل الفرض عن الثورة الفرنسية، لديك معلومات كاملة بالأحداث التي جرت. هذه دعوة لكل الإخوة أن يدخلوا إلى صفحات الإنترنت لكي يطلعوا على الكثير من القضايا. الشكر الجزيل إليكم، وقبلها إلى الشيخ علاء المهدوي، تحياتي لك. وإن شاء الله لنا لقاء يوم غد على بركة الله سبحانه وتعالى، وبرنامجكم ما وراء الباب.